هذه قصة واحد يمني الله يذكره بالخير. كان داخل للسعودية تهريب ومع أخوياه، ومرة من المرات مسكوه الحرس الحدود. أول ما مسكوهم إلا واحد من أخوياه يقول للعسكري السعودي ترى هذا شاعر. قال إذا هو شاعر يسمعنا قصيدة. قال لي والله عندي قصيدة ودي أسمعكم إياها. ثم قال فيها: يا ذيب عند الشوك وجه الله عليك، تكفى نخيتك أنت يا سيد الرجال، جيت أقضي ديوني ولا أشقى عليك، الدين فاق قواي صارت كالجبال، عتله ورا عتله وهي بين يديك، زودتني دين مليت النضال، ما جيت أذمك بالشعر وغلط عليك، ولا سم رزقك بس اترك لي مجال، مرة عشان الله يرضى عليك، ومرة عشان يحميك لأهلك والعيال، ومرة تجيك مني فلا تغلى عليك، دامك كفو فيك أغلى الخصال، صحيح ذا الواجب ولا يؤمر عليك، لكن حالي صار ما عاد في حال، تشوف الوضع ما يخفى عليك، في ديرتي الحرب طوفها وطال، ما جيت من شبعة ولا ألعب عليك، وارقص على طلقات رشاشك باء، 50,000 ريال جابتني إليك، أصبحت أخاف أرد لا جاني اتصال، تهون طلقاتك ولا تهاون عليك طلقات رشاشك ولا قهر الرجال. يا الله.